نمشي الكابتن عادل زهمول لأنه في تقريبا 3 لقطات مهمة في هذه المباراة. كابتن عادل زهمول، أنا سبقتك الحقيقة، وآسف أني سبقتك باعتبار تحدثت عن حكم موريتاني الحقيقة رائع، وقلت أنه مثال للتحكيم الإفريقي إن شاء الله في قادم السنوات. وكلامك صحيح. هيكل الحكم هذا عمره 30 سنة. نعرفوا احنا شنو اللي صار في مباراة الذهاب، كانت أجواء مشحونة ومباراة كبيرة. هذه مباراة الأهلي والهلال اللي في الإياب مباراة كبيرة برشا، وهكا نجموا نقيموا الحكم وقت اللي يكون معناها مباراة كبيرة، نجموا نقولوا الحكم هذايا أداء نتاعو ممتاز أم لا. الحكم الموريتاني اليوم عبد العزيز بوح كان ممتاز على جميع المستويات في المباراة هذه، وخصوصا حتى المساعدين اللي كانوا معاه، رغم انه في مباراة معناها كبيرة ينجموا يصيروا اغلاط، لكن الاغلاط ما كانتش مؤثرة على المباراة هذه. واخترنا 3 لقطات اللي كنا بالخصوص معناها في اللقطة الأولى وقت اللي كانت النتيجة هدف مقابل 0 في الدقيقة 49، كنا الناس الكل نتصوروا أني كانت فرصة محقة لتسجيل هدف نتاع الهلال، وكنا نتصوروا أنه المساعد تسرع في الإعلان على اللقطة، على مخالفة التسلل. لكن بتقنية الريدبي نشوفوا كيفاش كان المهاجم متقدم على ثاني آخر مدافع، والصورة واضحة. التقنية هذه بالحق معناها هيكل نجم نقول أنا المساعد هذا استعمل حتى معناها بعباره معناها مجازيه انه التكنيك نتاع التسلل النصف آلي بالحق معناها في لقطه صعيبه ياسر في المباراه هذه، وانه معناها ياخذ قرار واضح. الحكم هذا المساعد ابراهيم سالم، المساعد الثاني 10 على 10 في اللقطه هذه. نشوفوا اللقطه اللي من بعد هيك شو اللقطه الثانيه؟ في لقطه هدف حسين شحات. اللقطة الثانية في هدف حسين شحات، بيرسيتاو يراوغ اللاعب ويمرر الكرة بين ساقين المدافع، وكان الهداف حسين شحات في وضعية سليمة ويسجل هدف، والهدف كان صحيح. ونعاودوا هلا نشوفوا اللقطه كيف زاد بتقنيه الريد بي. كانت لقطه واضحه. المساعد الاول زاد كان متواجد في المكان نتاعو، وكان القرار نتاعو كذلك زاد صحيح. نشوفوا اللقطه الثالثه هيكل زاد كيف نفس المساعد الاول في اللقطه في توزيعه وتشوف المهاجم كان في وضعيه سليمه عند انطلاق الكره. هوني عند انطلاق الكره كذلك كان في وضعيه سليمه، وكان الهدف صحيح. يراوغ المدافع الاول ثم يراوغ المدافع الثاني ويسجل الهدف نتاعو، وكان الهدف صحيح كذلك. اجمالا حكم ممتاز، 30 سنه، حكم دولي، ثاني مباراة ليه في البطولة هذه. نشوف انه باش يكون من الحكام اللامعين في قادم السنوات، وباش ينور التحكيم الافريقي والتحكيم الموريتاني كذلك. واضح كابتن عادل زهمول، وانت ايضا كنت لامعا الليله في برنامج الكره العربيه. طبيعي كابتن عادل سيعود الينا ان شاء الله مع الادوار الربع نهائيه للتشامبيونز ليج الافريقيه. شكرا جزيلا كابتن عادل زهمول.